ظهرت الأهرامات على مر التاريخ في أكتر من حضارة، زي أهرامات النوبة اللي بناها الكوشيين، أو أهرامات الجزائر، أو أهرامات شيشيا في الصين، وطبعا قبل كل دول أهرامات الحضارة المصرية القديمة. لكن إيه اللي يخلي هرم تشيتشن إيتزا، أو زي ما سماه الغزاة أسبان بهرم الكاستيلو واللي معناها القلعة، يبقى حاجة مميزة تستحق إنها تكون من عجائب الدنيا السبعة؟ ده اللي هتعرفوه كمان شوية. في شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك، وبالتحديد في مدينة تشيتشن إيتزا القديمة اللي بناها المايا. والمايا دول كانوا ناس سكنوا منطقة أمريكا الوسطى، واللي بتضم حاليا جنوب المكسيك والسلفادور وهندوراس وغواتيمالا وغيرها من الدول. وعملوا حضارة ضخمة هناك في الفترة من سنة 2000 قبل الميلاد لحد سنة 1546 ميلادية تقريبا، وكونوا في المنطقة دي حضارة قوية وجميلة جدا فضلت موجودة لأكثر من 3000 سنة لحد ما انتهى حكمهم على إيد الغزاة الأسبان. وكان من ضمن آثار حضارتهم هرم صغنن كده اسمه هرم تشيتشن إيتزا أو الكاستيلو زي ما قلنا قبل كده. اتبنى الهرم في الفترة ما بين 1050 ل 1300 ميلادية على إيد الإمبراطور تولتك مايا، اللي كان واحد من أعظم حكام شعوب المايا. وصل ارتفاع الهرم ل 24 متر وليه 4 جوانب، وفيه زي سلم في كل جنب مكون من 91 درجة. وفي قمة الهرم بنوا معبد بسبب اعتقاد المايا إن ده بيخليهم أقرب للآلهة السماوية اللي كانوا بيعبدوها. ولحد هنا يبان الموضوع عادي جدا، مجرد هرم واتبنى. لكن اللي مش عادي هو اللي هتعرفوه دلوقتي. لو جمعت عدد درجات السلالم في الجوانب الأربعة للهرم زائد المعبد، هتلاقي إن العدد بقى 365، وده نفس عدد أيام السنة الميلادية. وده سبب من أسباب شهرة الهرم، إنه ما كانش مجرد رمز ديني لحضارة المايا أو مكان عبادة وخلاص، لا ده كمان كان بيستخدم في التقويم عندهم. رغم إنه ما كانش من المفروض دخول الهرم، إلا إنه في الثلاثينات من القرن العشرين دخلت مجموعة من المستكشفين الهرم من جوه واكتشفوا عجب العجاب، لأنهم لقوا هرم تاني مبني جوه الهرم الأول. وبعد شوية بحث كمان لقوا 9 منصات وسلم ومعبد جوه الهرم ده، غير بقايا بشرية. أيوة زي ما سمعت، بقايا بشرية ممكن تكون اتقدمت كقرابين. ولقوا كمان عرش متزين ومتزخرف بنوع من منحوتات المايا اسمه التشاك مول، عبارة عن رسمة لراجل نايم وشايل حاجة كده شبه الحلة مصنوعة من الفخار، زي اللي كانت بتستخدم عندهم في التضحية. أصل شعوب المايا كانوا بيقدموا البشر كقرابين، لأنهم كانوا بيفكروا إن كده الآلهة بتاعتهم بتتغذى عليها، وعشان كده كان لازم يقدموا قربان عظيم. وطبعا مفيش أعظم من تقديم إنسان كقربان في اعتقادهم، فكانوا بيضحوا بأسرى الحروب من أصحاب المكانة العالية بس، لأن أصحاب المكانة العادية كانوا بيستخدموهم في الأشغال التانية. وكان عندهم أكتر من طريقة لتقديم القربان البشري، زي قطع الراس واستخراج القلب، أو دفن الأضحية حية، أو حتف القربان في بير غويط، اللي هو حاجة يعني في منتهى الرعب بصراحة. والعلماء بيفترضوا ان الهرم ده اتبنى في الفترة بين 800 ل 1000 ميلادية. لكن الاكتشاف الأغرب بيحصل لما العلماء بيلاقوا سنة 2010 باستخدام تقنيات حديثة هرم ثالث مدفون جوه الهرمين الأولانيين، وبيفترضوا انه اتبنى في الفترة ما بين 550 ل 800 ميلادية، وكان فيه سلم واحد ومذبح لتقديم القرابين والأضحيات. وبكده بيعتقد علماء الآثار إن كل ملك من ملوك المايا كان بيحاول يعمل حاجة أفضل من الملك اللي قبله، فكان بيبني هرم فوق الهرم بتاعه وبيزود عليه شوية حاجات. يعني من الآخر كل واحد فيهم كان بيعلي على اللي قبله.